هي نماذج من المخطوطات الثمينة التي تنام عليها خزاناتها بولاية عين صلح، لذلك هي قبلة الأكاديميين. الآن موجودة أنا بخزانة ولاية الطالب عبد الله عين صالح. هذه الخزانة اللي هي صراحة يعني انبهرت في وجود عدد كبير جدا من المخطوطات المتنوعة في العلوم، سواء ككتب فقهية نوازلية، كذلك كتب خاصة بالتجارة اللي هي عبارة عن العقود التجارية من المقايضة في النوع المنتوجات اللي كانت موجودة. ونعرفوا هذه المنطقة منطقة فيها بها واحات وتمور اللي هي تعتبر من الأساسيات في هذه المنطقة. كذلك العلوم المختلفة أخرى، كذلك الطب، وجدت المخطوطات تبحث عن الطب. وللتعريف بأهمية المخطوط كهوية وطنية وتثمينا لشهر التراث جاءت هذه المحاضرة. كانت لنا ندوة حول أهمية المخطوط في حفظ الذاكرة الوطنية. هذه المداخلة حول المخطوط ودوره في حفاظ الهوية الوطنية. لا نسعى نحن في قطاع الثقافة أن نبرز كل ما هو منتوج علاقة بتراثنا. من الجمعيات الرائدة المهتمة بهذا الموروث والمحافظة عليه هذه الجمعية، جمعية المخطوط والبحث التاريخي. الجمعية تأسست في مارس من العام 2022 وتسعى إلى النهوض بواقع المخطوطات، كشف مضامينها ومحاولة إماطة الغبار وكل ما يمكن أن يؤثر عليها للحفاظ بها أو الحفاظ عليه كجزء من الذاكرة الوطنية. الجمعية حاليا تضم نحو 18 خزانة. نشاطات مكثفة ينظمها قطاع الثقافة والفنون بولاية عين صلح، والمناسبة شهر التراث.